هل من المعقول بلد بحجم المملكة العربية في رؤية 2030 أن يتعاون مع بلد متهالك مثل الجزائر؟ لا يا رجل، حدث العقل بما يعقل. نحن اليوم لدينا اكتفاء ذاتي مش في مجال الصحة، التصنيع الصحي. احنا لدينا اكتفاء ذاتي في مجال في الغذائي الذاتي داخليا. بالإضافة يوجد لدينا أكبر مزارع حول العالم في كندا وفي البرازيل وعدد من الدول. بالإضافة الآن اللي هو مشروع توشكا في جمهورية مصر العربية. أما تتكلم مع دولة ناتجها القومي تريليون و150 مليار دولار، ولديها خطة من ضمن رؤية 2030 أن تكون الاقتصاد الرابع أو الثالث على مستوى العالم بناتج قومي 5 تريليون 2030، لتنافس ألمانيا واليابان اللي بلدك يقول ثالث أكبر اقتصاد في العالم. لا، احنا لدينا رؤية واقعية وجلب استثمارات من ضمن رؤية 3 تريليون دولار إلى 2030. لا احنا ما نعتمد عليك، انت اعتمد على نفسك واعتمد على طوابيرك وبيض الله وجهك. اما احنا لدينا صناعات، حتى صناعات عسكرية وصناعات سيارات وعدة صناعات يا اخي الكريم. فانا اتمنى انك انت تعتمد على نفسك فقط. اما المملكة العربية السعودية في 2030 حيكون الاقتصاد، لاعتماد الاقتصاد السعودي على النفط هو 20% إلى 30%. الآن اعتمادنا على النفط 45%، 55% صناعات مختلفة. فاقتصادنا ليس اقتصاد ريعي، اقتصاد أصبح صناعي، اقتصاد تكنولوجي. المملكة الأولى العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني، في مجال خلق الوظائف، في التماسك الأسري، في نتكلم والأول على مستوى العالم في الإصلاحات الاقتصادية. احنا حققنا الإنجاز رقم 1 في العالم ورقم 1 في جلب الاستثمارات حول العالم. والآن تعتبر حتى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة مصدرة للسند العالم. فلا تجي تقارن نفسك بالمملكة العربية السعودية. فأنت أتمنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يكون؟ شكرا جزيلا أخي الكريم، وشكرا على قبول الاستضافة. أولا هو مجرد توجيه بسيط، هو أننا لسنا في غرفة تكفيرية، لسنا في غرفة لداعش، لسنا في غرفة لتنظيم القاعدة، نحن في غرفة لأستاذ المحترم. وبالتالي كلام مثل هؤلاء المشركون والتعميم على جميع المغاربة فهذا كلام أعتقد أنه صاحب الغرفة المفروض أنه ينتبه له، لأنه تكرر من الضيف الجزائري أكثر من مرة. مسألة الإسقاط ديال الشرك فهذا مسألة، والتعميم وهذه مسألة لا يقوم بها إلى التنظيمات التكفيرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعزي الإخوان ديالنا في الجزائر يعني بعدد المصاب بالجلال، وخاصة بعد نفوق سقوط العديد من الضحايا في حزب الله الإرهابي بطبيعة الحال، والجرح ديال الآلاف من هائل العناصر. ونحن نعرف بأن حزب الله الإرهابي هو حليف استراتيجي للنظام العسكري الجزائري، بالإضافة إلى الحلفاء ديالهم اللي هو النظام الإيراني والنظام السوري. ونحن نعلم بأنه جميع أعداء ديال الأمة العربية والإسلامية هم حلفاء النظام العسكري الجزائري. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وفي الحقيقة هو سبة في الجزائر وأكبر إنجاز للمملكة المغربية أننا نتحاور ونتناقش من ناحية المبدأ ومن ناحية المؤشرات أن دولة لا تمتلك لا غازا ولا نفطا ولا الإمكانيات الثقيلة التي تتوفر عليها الجزائر، وأننا نتقارن مع هذه الدولة. المفروض لو أنها كانت دولة تحترم نفسها، المفروض لو أنها دولة كانت تفكر، المفروض لو أنها كانت دولة لها استراتيجيات أن تقارن مع دولة مثل المملكة العربية السعودية، مع دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، مع دولة مثل فرنسا. والغريب أن صديقكم حينما تحدثتم وقلتم لهم سؤالا وجيها، قلت لهم لماذا يتراكم وهناك جحافل، لأن ما شاهدناه في مدينة الفنيدق هذا منظر يومي نشهده في الجزائر. لماذا الملايين يريدون الهجرة إلى فرنسا؟ قال لك هناك مقتضى اتفاقية ديال سنة 1968 والتي كانت في سياقات ديال اتفاقية إيفيون التي كانت تعتبر بأن المواطن الجزائري هو مواطن فرنسي من الدرجة الثانية. فأنا هنا أسأل ومعنا الأخ السعودي، لماذا فرنسا تمنح أكثر من تسهيلات، تمنح حتى التشجيعات للمواطن السعودي والمواطن الإماراتي والمواطن الكويتي،
ولكن لا نرى جحافل الخليجيين تتجهوا الى فرنسا. هذا لانه لا توجد هناك مؤشرات الازمه في الخليج. هذا يدل على ان هؤلاء استطاعوا استعمال الادوات والوسائل المفهوم الاستراتيجي، واستطاعوا استغلال النفط والغاز بالنسبه لقطر، وان ينعكس ذلك على الدخل الفردي للناس. اما انك تفتخر بان هناك تسهيلات لمغادره البلاد، وانا اجزم انه في حاله يعني فتح الحدود والغاء التاشيره فانه لن تجد هناك اي جزائري في الجزائر، اللهم النظام العسكري الجزائري وبعض المسؤولين السياسيين المستفيدين من هذا الريع. وقالها كزافيي دريونكورت اللي هو السفير الفرنسي السابق للجزائر، قال هناك مطلب واحد للجميع في الجزائر هو مطلب الفيزا، الكل يريد ان يهاجر الى الجزائر. وانا كنت في لقاء على قناه روسيا اليوم مع إيلي حاتم، هذا احد كوادر الحزب اليمين المتطرف في فرنسا، وكان معنا الرئيس السابق رئيس لجنه البرلمان السابق رئيس لجنه الخارجيه في البرلمان صادق بوطاي، وساله يعني هذا العضو في اليمين الفرنسي نفس السؤال، وقال له اذا كنتم تكرهون فرنسا لماذا الرحله بهذه الجحافل؟ فاجابه جوابا لا يصدر الا عن احمق، بلى ان نقول انه بها جاهل. قال ذهبوا لاسترجعوا الخيرات التي نهبتها فرنسا طيله مقامها سنه 132 سنه. يا اخي عن اي انجازات يتحدث؟ وهو يقول باننا دوله متخلفه ودوله بدون بنيه تحتيه. كيف الفيفا تقتنع باحقيه المغرب استضافه كاس العالم ونحن لا نمتلك بنيه تحتيه؟ كيف يقبل صندوق النقد الدولي وجميع المؤسسات ان يستضيف المغرب كبريات المنتديات ونحن لا نمتلك بنيه تحتيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السي سنايبي بقيت نكمل مع الأخت السعودية وبعد نجيك. الأخت السعودية ما جاوبتنيش على السؤال اللي طرحته عليك، وبعد باش نجاوبك على السؤال قلت لك ما سبب يعني تفريط الشعب السعودي يعني في الفضيلة اللي سبقهم إليها الشعب المغربي في الركوع إلى ملكهم؟ لماذا أنتم عندكم ملك يعني الله يبارك وعندكم ولي عهد وصلكم من 1.1 تريليون دولار ولكن لا تركعون له؟ إذا كانت هذه ليست فضيلة يعني واش رايكم بيديروا خواتكم المغاربة؟ وإذا كانت فضيلة علاش تخلوهم يسبقوكم؟ فسروا لنا هذا الأمر. نرجعوا للعلامة الصنايبي حفظه الله. علامة الصنايبي أنا بديت نشوفك لما كنت أنت والعلامة أحمد عصيد حفظه الله، لما طرح عليك قالك بصريح العبارة أن اليوطي دام ظله الشريف عليكم هو واضع أسس الدولة المغربية الحديثة. وشفنا تعابير وجهك يومها وشفناك تتوسل منه وتقول له لا 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 ما تقولش هذا الكلام، لا لا. وقال لك قال لك اسمع تعلم لازم تتعلم. قال لك واضع أسس الدولة المغربية الحديثة بالإدارة الجديدة هو اليوطي. فهمتش عليه ثم ما استشغلتش هذاك الامر. شبه تعابير وجهك يعني انا ثاني تاثرت بها بصراحه، يعني شفتك تتوسل ليه تقول له لا لا ما تقولش، لانك تعرف يعني القيمه نتاع احمد عصيد رغم اني اختلف معه في التفكير تاعو جمله وتفصيلا. يعني حاول تجاوبني على السؤال هذا، يعني ما فهمتش انا كيفاش اليوطي وضع اسس الدوله المغربيه الحديثه وفسرنا عليها انت النهار هذاك درت بهذيك اللقطه قلت له لا لا كنت توسل اليه تقول له ما تعاودش الكلام هذا لا يسمعوك الجزائريين. الأخت السعودية على كل حال نرجع للموضوع نتاعك. إذا كانت المملكة العربية السعودية قامت بمشاريع نحن أريد أن أسمعها، لأن نظرة 2030 هذه نظرة ما شفناهاش في الواقع. ما شفناش مشاريع ضخمة عن السعودية، ما شفناش صناعات كبيرة ولا صناعات ثقيلة عن السعودية. الملك والولي العهد يعني زفوا لتبون التحية لما فاز بالانتخابات يعني مع بعضهم. نحن كان يكفي الملك فقط ولا ولي العهد، ولكنهم باثنين يعني اتصلوا بعثوا برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله وسدد خطاه. ولكن نحن حابين نشوفوكم انتم تشوفوا النظرة نتاعكم مجسدة في الواقع باش نتبعوكم. نحن نتبعوا السعودية في الحوايج مليحة. حكايه الانسولين يعني واقع يعني سبحان الله، يعني يجي انت الطاهر يعني انت انسان كبير في السن وتكذب عادي، تقول هذه الشركه صنعتها من الامارات وبعثت من عليه تكذب يعني حتى سبحان الله. دقيقه استفسار. تفضل عبد تفضل. عندي نقطتين نبغي نتكلم عليهم. واحده شفنا سفراء الجزائر في عهد الحسن الثاني رغم الخلافات كانوا ينحنون للحسن الثاني. إذا كنتوا تشوفوا إنه الحناء صور مغربية تم تصويرها، إذا كنتوا تشوفوا إنه الحناء ركوع
لا لا فالدولة لا الجزائرية انحناء عبدو ركعت الركوع للمغرب. عبدو ركعت المغرب. رجوع لي لا النقطة الركوع الثانية. هذاك التفسير اللغوي تاع الركوع هو الانحناء. النقطة الثانية تعازي دكتور سنايبي لكم في ما حصل في جنوب لبنان. عنده الحق، لأنه بعد لا يغطي على التشييع تاع المغرب، يغطي على التشييع تاع بلاد لا بعد والركون الى اليهود. بعثتكم لشحنة من الكرازون اللي ما استفاد منه مولدات الكهربائية. لا كذبت علينا عبدو، هذه كذبت علينا عبدو، هذه كذبت علينا. هذا العديد اطرح اسلوب التفاهم على انه اشارات التفاهم على انه هي الشحنة هذه خرطي من عندك عبدو، موجهة الى حزب الله. هاي الشحنة هذه خرطي موجهة للدولة. لا خرطي من عندك عبدو، هذاك تعاون في الصنايبي، هذاك تعاون في الدكتور عبدو. المهم الدكتور جاوبنا واش هي ليه وجهك صراي كما كذا كما قال لك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. طيب نبدأ من الأخير. أولا أنت تقول أنا لا أسمع عن هذه المشاريع وأين هي وأين وهي. أنت لو اتجهت أو قرأت في مركز الأبحاث السياسية والدبلوماسية في جنيف، فهي هذه الإجابة راح تلاقي الإجابة موجودة فيه. هذا بالنسبة إلى النجاح والاختيار والشخصية المؤثرة في العالم والناجح سياسيا ودبلوماسيا. يعني أنت لو شديت حيلك شوية ورحت قرأتها راح تلاقي هذه الأشياء. هذا أولا. ثانيا أنا أعقب على كلام الأخ أبو عبد العزيز بخصوص الأنسولين، وبما أن تطرقنا إلى الصحة وما إلى ذلك، مثل ما ذكر في الكورونا، يعني المملكة العربية السعودية حازت على يعني المركز الأول في العالم، أتكلم في إدارة الكوارث. يعني هذه أيضا موجودة في المؤشرات العالمية، أنت تقدر تروح تقرأ. الشيء الثالث عن الانحناء والانحياء، مثل ما هو جاوبك الأخ عبدو، جاوبك إجابة كافية كاملة. البروتوكولات، اترك عنك البروتوكولات. وإحنا نناقش هنا شيء سياسي اقتصادي دبلوماسي ناجح قامت به الجزائر. يعني لا الصحراء المغربية استطعتم تجميع الصوت عليها، يعني لا مشروع اقتصادي واضح استطعتم فيه أنه مثلا تنهض فيه الجزائر ويكون مركز استقطاب للدول الأخرى. على مستوى السياسي لا يوجد أي دور واضح، يعني إلا وعود تبون الرئيس تبون بالمستشفيات وأيضا الجيوش وغزة وغير ذلك، إحنا ما شفنا. فإلى حد الآن لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا أنتم استطعتم أن يعني تقنعون العالم بما يوجد لديكم يا الجزائريين. هذا شيء. الشيء الآخر، هي كذا نقطة، هو مشكلته أنه يتكلم يمينا ويسارا، يشتت حتى المستمع ما يدري على إيش يجاوب. الأخ الجزائري، المملكة العربية السعودية الآن قائد عربي إسلامي دولي، يعني مش بشهادتك أنت أو شهادة الناقص الثاني، لا هذا يعني العالم. وتم إحالة ملف قضية فلسطين إلى المملكة العربية السعودية، وهي اختارت الطريق السلمي، لكن للأسف تم اعتراض هذه الخطة من أجل الوصول إلى أهداف أخرى. إحنا الآن أنتوا وأشكالك تطبلون على هذه الأهداف البائسة اللي لحد الآن صفر. إلى الآن لبنان، وأنا أعيد وأكرر، ضحايا الموجودين في جنوب لبنان فيهم الأبرياء الذين قتلوا والذين أصيبوا جراء حزب الله وجراء لبنان وجراء إيران، كذلك جراء المطبلين. نعم أستاذ جسمي، أنا شفت من الإعلام اللبناني على أنه شحنة الكيرزون اللي أهدتها الجزائر إلى لبنان على أنها لم توافق المولدات الكهربائية، وأنه الحل الوحيد هو استبدالها. بالتالي هذا طرح العديد من الإشارات الاستفهام حول هذه الشحنة، ولماذا بعثت إلى لبنان إذا كانت لا توافق المعايير أصلا. هو أي شيء لا يوافق المعايير في الجزائر. أعطني شيء يوافق المعايير، لا الصناعة على مستوى النقل، لا على مستوى السدود، لا على مستوى الأدوية، لا على مستوى. لا، والعديدين من الآراء قالت لأنها ليست متجهة أصلا إلى الحكومة اللبنانية، إنما متجهة إلى أطراف إلى حزب الله. نعم، أنا متجهة إلى حزب الله. يعني كلنا عارفين أصلا من بداية الشحنة الجزائر ما عمرها أصلا أرسلت للبنان أو حاولت أنها ترسل شيء للبنان بشكل واضح. يعني أكيد الحزب اللي في الموجود في الجزائر أرسل الحزب الموجود في لبنان، هذا شيء واضح. أما بالنسبة للمعايير،
السلام عليكم من جديد. أولا نحن لسنا في منبر للتكفير أو التحقيق في عقائد الناس، أنا أتفق معك في هذا الشيء، ولكن عندما تلتزمون كمغاربة ولا تتهمون الجزائر بالتشيع وتقولون بكلام ما أنزل الله به من سلطان. الجزائر الكل يعلم أنها حصن من حصون أهل السنة والجماعة، وشعبها قريب جدا من أكثر الشعوب ممارسة لعقائد الصحيحة. يعني فهذا أنا عندما أنتقد بروتوكولات ملكية مهينة ومذلة يستنكرها العام والخاص في جميع دول العالم، هذه البروتوكولات لم يكن يمارسها العرب حتى زمن الجاهلية، لنراها في 2024 كيف أن البرلمان وممثلي الشعب والوزراء وكلهم يخرون ركعا سجدا أمام الملك. يا أخي من حقنا، هذا إذلال في حق مسلمين أو أناس يدعون الإسلام. صراحة هذه النقطة أنا قلت لك كلام الملك عبد الله رحمة الله عليه، الملك السعودي قال: لا تقبلوا يدي ولا تركعوا، وإنما نركع ونحن رؤوسنا إلى الله عز وجل. هذا هو الكلام الحقيقي. النقطة الثانية تتحدث عن الهجرة. أنا أدعوك لمراجعة قرار المفوضية الأوروبية للاجئين، والتي أصدرت السنة الفارطة، تبعت تقريرها وتصنيف الدول الأكثر طلبا للجوء في أوروبا، اللجوء الإنساني، كانت المغرب من بين ثلاث الأوائل، وفي حين احتلت الجزائر المرتبة التاسعة. يعني الآن أنا من المفروض أنك أنتم تعيشون في سويسرا إفريقيا، ومملكة في عمرها 12 قرن يعني، وتاريخ حافل ولكم باع في كل شيء. من المفروض أنكم ما تكونوش في المرتبة الأوائل مع أفغانستان وسوريا، هذه دول تعيش حرب. يعني هذا هو الكلام الحقيقي. يعني النقطة اللي حبيت نرجع عليها أيضا بالنسبة للاقتصاد، التصنيف الذي يصنف السعودية كأقوى اقتصاد عربي، ويصنف الإمارات كثاني أقوى اقتصاد عربي، ومصر ثالث أقوى اقتصاد عربي، هو نفسه الذي يصنف الجزائر رابع أقوى اقتصاد عربي وثالث أقوى اقتصاد إفريقي. هذه الحقيقة. أما أنك هنا تأتي وتحاول مسح كل شيء في الجزائر وكأن الجزائر هي شماعة الفشل، فالآن أنا نقول لك الشعب المغربي الجريح تفطن لهذه الفئة التي تحاول التغطية على الكوارث التي قام بها النظام المخزني، العائلة العلوية في المغرب، والتي تعتبر تمارس طقوس كأنها دولة محتلة لهذا الشعب. يعني الشعب تفطن لكم. واليوم شفنا أن المغاربة بدأوا في كسر جدار الصمت، وشفنا ما وقع في الفنيدق، وهناك نداءات كثيرة جدا، ولا نستبعد أن يكون هناك انفجار اجتماعي، وربما ستتحول إلى مطالب سياسية لإسقاط النظام العلوي الذي أثقل كاهل الشعب المغربي بالضرائب. وشفنا أنه فيه زيادات إن شاء الله راح تكون 60 درهم في بوطة الغاز، فكيف ستبررون هذا للشعب المغربي المسكين؟ فوزي لقجع صندوق المقاصة يرفع عليه الدعم تدريجيا، فسوف يكون دقيقة. بالنسبة للانحناء رانا جاوبناك وأعطيناك أمثلة بسفراء الجزائر. نرجع لنقطة مهمة، من النقطة اللي هي الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا 7 ملايين. تعرف سوريا رغم الدمار والحرب جاليتها في تركيا لا تتجاوز 3 ملايين. الهجرة الجزائرية في فرنسا بدأت منذ القرن العشرين، يعني مطلع القرن العشرين، وعادي، أمر عادي. هذه الجالية يعني تذهب وتأتي الجزائر وفرنسا، وأمر عادي. يعني لسنا تركيا فيها الآن ملايين، هي أكبر جالية في ألمانيا. اسمعني، هل هذا يعني أن تركيا دولة متخلفة؟ هي من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، ودولة إقليمية في الشرق الأوسط، ونحن أقوى قوة في إفريقيا وشمال إفريقيا، وأقوى اقتصاد يعني، ونستعين بحفظ جاليتنا في الخارج. بالحين أنه شفنا الجالية المغربية لا تشتغل إلا في وسائل. عبدو ما تقاطعش، أعطيك 3 دقائق وقطعتني أعطيني الوقت كامل المرة الجاية. يعطيك العافية أخت عبدو، وشكرا لأخت جاسمي على مداخلاتها الأكثر من رائعة. حظر للأسف ضربوا الأخت جاسمي حظر. شفتوا كيف؟ لأنه طيب، أولا أنا أتمنى يا أخي الجزائري أن يكون لديك نشاف اللي هو الكلينكس، لأن أعتقد أنك مريض بالزكام، وأتمنى أن الكلينكس يكون متواجد لديك. وأعتقد أن الزكام هذا فوبيا المغرب لديك، فوبيا المغرب. أما المملكة العربية السعودية فأنا أتمنى أنك لا تذكر المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية سبقتك بسنوات ضوئية. لا تقارن نفسك، فأنت بعيد عن المملكة العربية السعودية. وعندما تقول الأنسولين أنا رديت عليك بسرعة البرق وأعطيتك. أما لا تقارن نفسك، نحن اليوم لدينا طموح هو أكبر منك.
احنا عندنا طموح للوصول الى الفضاء، عندنا طموح بلدنا الكتروني، احنا لدينا طموح الى ان نكون من الدول الرائده، الاقتصاديات الرائده على مستوى العالم، المركز الثالث نطمح او الرابع في هذا الامر. لكن احنا لدينا رؤيه 2030. طيب لما انتقل لاخواننا في المغرب، طيب هل لديهم رؤيه؟ نعم لديهم رؤيه 2030 المغربيه. طيب هل الجزائر لديها رؤيه؟ لا، ليس لديها رؤيه. طيب عندما اقارن المغرب، هل لدى المغرب نفط؟ لا. هل لدى المغرب غاز؟ لا. طيب هل لدى المغرب ثروات اخرى؟ لا. هم لديهم فوسفات فقط. هل الفوسفات تقدر ان تنهض بالمغرب بهذه الطريقه؟ لا. طيب ماذا؟ هم لديهم فكر، لديهم قياده حكيمه. عندما انت اليوم تتكلم عن القياده المغربيه، ولديهم شعب قاعد يعمل. انا امانه اطلعت على الشان المغربي عن قرب، وانا اتكلم الصناعات المغربيه وجذب الصناعات وجلب الاستثمارات. انا لما رايت في رؤيه 2030 المغربيه، رايت فعلا ملف ناجح في رؤيه 2030 المغربيه بقياده هذا الملك محمد السادس. اخي الجزائري، لا تمارس الحنيه على الشعب المغربي، لست انت احن منه من قيادته عليه. انت لو ودك ان تشعل المغرب الان، وان ينزلوا على مليكهم، وان يخربوا بلدهم. نحن نعرف هذا الشيء. الاخوه المغاربه لديهم قياده علويه، نعم، اتت من مدينه ينبع بالمملكه العربيه السعوديه، وحكمت منذ آلاف السنين. وانا اتكلم حكمت منذ آلاف السنين، ولها جذور، وكرمها الله ألا تكون من بني هاشم فقط، بل إنهم من آل البيت. فالله أكرم هذه البلد بناس صالحين من ذرية صالحة من آل البيت. لكن الله أكرمكم، بعتقد إنه لا أعلم ولا أريد التعليق على حكامكم حتى لا أغلط كثيرا، فلا تقارن العائلة العلوية المغربية يا أخي الكريم. نعم، أنا مستغرب صبر المغرب وترفع المغرب على الرد، لأجل أنه كما نعلم جميعا الجزائر تستضيف مكتب لانفصاليين شمال الريف يدعى جمهورية الريف في العاصمة الجزائر، كما أنها تؤوي الجماعات الانفصالية عن جنوب المغرب، تريد تقسيم المغرب إلى 3 دول، والمغرب لا يرد عليها بالمثل. طيب لأن المغرب بلد محترم ويحترم السيادة، والبلد ليس بلد هرقطات. واعتقد ان القياده المغربيه مشغوله في شعبها، ومشغوله في تنميه بلدها، ومشغوله في مشاريعها. والمغرب الان لديها ما هو الاهم. الاخ اللي يكتب تحت ابو عبد العزيز اعطوه ورد، لا انا لست بحاجه للورد. فانا من بلد الحمد لله بفضل الله بلد غني، فانا اعتقد انت بحاجه للورد. لكن انا اتكلم كلمه حق للشعب المغربي والقياده المغربيه. شعب شكرا جزيلا أخي الكريم. أولا أنت تفضلت وتحدثت عن مسألة لا أحد يركع في المغرب. هناك انحناءة الاحترام وليست مطالب بها لا في الدستور ولا في القوانين. هناك سفراء يأتون وينحون انحناءة احترام، وهذه من الناحية الشرعية ليست حراما بتاتا، بل وهناك على عهد مجموعة من الخلفاء كانت الناس تنزل على ركبتها وتقبل يد الخليفة المسلمين، ولم يتحدث في هذا الموضوع أحد. ونحن نتشرف بتقبيل يد ملكنا الذي هو سليل العطرة النبوية الشريفة، والذي يتمنى كل مغربي أن يقبل يده. هذه مسألة قناعة أنه ونتشرف بها ولا أحد يزايد علينا. ذكرت نقطة خطيرة جدا يا أخي، ذكرت مسألة الفيول الجزائري. الفيول الجزائري ليست مسألة الفيول المغشوش هي المسألة الخطيرة، وأن المسألة الخطيرة هي مسألة الفيول، هذه الصفقة الحديثة. هل تعتقد أخي عبدو، وأنا أتحدث معك أنت شخصيا لأنك تمتلك يعني مادة رمادية لم تمسسها يعني ما يمكن أن يلوثها من تعبئة، هل يعقل أن يستيقظ تبون بين عشية وضحاها ويقرر أن يرسل 30,000 طن من الفيول الجزائري مجانا إلى لبنان، ثم سيرسل شحنة ثانية مجانية ب 30,000 طن إلى لبنان لفك أو يعني لتشغيل المحطات الكهربائية في لبنان؟ هل يعقل أن تمنح الجزائر 60 مليون دولار إلى لبنان مجانا؟ هنا لا يمكن أن يصدق هذا الكلام إلا الغبي، إلا الذي لم تمتلك ذرة حنكة سياسية أو أي ذرة حتى ذكاء. وهنا الكل يعلم
بأنه كانت هناك مناقشات ما بين قيادات في حزب الله وما بين قيادات أو المخابرات الأمريكية والتي راعتها حتى يعني السي اي الأمريكية بطبيعة الحال، وكانت داخله حتى المخابرات الفرنسية، وكانت اجتماعات مع الرئيس تبون على أساس أنه تخفيف الضغط على الجبهة اللبنانية في مقابل تأمين المصادر الطاقية، وذلك باللجوء إلى الفيول الجزائري الذي بالمناسبة سيرسل شحنة ثالثة قبل ديسمبر وستؤدي عليها لبنان 30 مليون دولار بالتقسيط المريح أي بالأداء المريح. وهنا كانت الصفقة على أساس أنه محاولة تهدئة الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في مقابل إطلاق يد إسرائيل على مستوى الضفة الغربية ونقل الصراع إلى الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم نحو الأردن، وتهديد الأردن إذا لم تقبل بهؤلاء الفلسطينيين فإنها ستطلق يد إيران في الأردن لتكون الدولة الخامسة التي تخضعها إيران في المنطقة، لأن الصراع في مجمله صراع حول مناطق النفوذ. كما قال وزير الخارجية الإيراني أن الصراع في المنطقة حول الحصة ديال بطبيعة الحال ديال إيران في المنطقة. طلبت اللجوء، يعني قال كلاما وكذب كذبا كبيرا. يعني حينما نتحدث لا نتحدث عن الجزيرة سنة 2022 وما قالته من كلام ومواقفها من المملكة المغربية، لكن حينما نتحدث على المنابر الحرة فهم يتحدثون عن سوريا في المرتبة الأولى، ويتحدثون فعلا عن أفغانستان في المرتبة الثانية، لكنهم يتحدثون على تركيا في المرتبة الثالثة. وهو قال بأن تركيا دولة عظيمة ولا يستطيع أن يتحدث على تركيا لأن تركيا ستمسح بكرامته الأرض، لأن الرئيس التركي هو الذي قال في حضور الرئيس بطبيعة الحال عبد المجيد تبون حفظه الله ونصره وقدس سره وأدام بقاءه وأمده بالعهدة الثالثة والرابعة والخامسة، لأنه كما تكون يولى عليكم. وقالوا أمام تبون الجزائر التي ظهرت على الأحداث الدولية قبل 60 سنة. أما على المملكة العربية السعودية حفظها الله، فحينما طلبت منها الحكومة المؤقتة أن تدعمها أعطتها شيكا على بياض. فجاء بطبيعة الحال أحد القياديين في الولاية الرابعة وقال حينما يتحدث المسؤول السعودي في إحدى الاجتماعات تكون فرصة لتدخين السيجارة أو الذهاب إلى المرحاض. هذا هو جزاء